هي دي الهجمه الوحيده اللي شفناها على مرمى مصطفى شوبير. الهجمه دي كانت ممكن تسبب في هدف اول للترجي التونسي. اخطاء كارثيه من مدافعين النادي الاهلي، انفعال محمد عبد المنعم بدري قوي في الماتش، واخطاء كارثيه من رامي ربيعه. 3 اخطاء من رامي ربيعه كان ممكن تسبب بهدف او هدفين للترجي في بدايه الماتش. رامي ربيعه بقى سيء قوي، سيء قوي. يعني المفروض كان كولر يبدا بمحمود متولي مش رامي ربيعه من بدايه الماتش. وايه الاداء اللي بيقدمه محمد هاني ده؟ محمد هاني بينهي مسيرته بنفسه. محمد هاني بيمضي عقد مع الدكه ان هو هيقعد بديل لعمر كمال. اكيد انت هتقعد بديل لعمر كمال بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ انت بتعمل ايه في الماتش؟ مفيش كوره عرضيه اوفر صح في الماتش خالص. مفيش اي حاجه. كل لعبك تدخلات واخطاء مع اللعيبه، مفيش اكتر من كده في الماتش. انت ما عملتش حاجه ازيد من اللي انت عملته في الماتش. بيرسي تاو وجوده زي عدمه مع الفريق. بيرسي تاو سيء قوي في المباراه النهارده. بيرسي تاو ما عملش حاجه صح في المباراه. بيرسي تاو ما فيش كوره عدله من باصه عدله من بيرسي تاو. وحسين الشحات برضه انا ما كنتش عارف هو كان عاوز ايه من الماتش. حسين الشحات جات له كوره في الماتش قطم المدافع، والمفروض كان باصها لوسام او امام عاشور، الاثنين جنب بعض في نفس الهجمه. لو كان باصها لاي لاعب فيهم كان الكوره دي جون وهدف اول للنادي الاهلي. بس حسين الشحات ما كنتش عارف هو كان عاوز ايه من الماتش.